انت مش عصبي عشان شخصيتك ضعيفة، انت عصبي لان جهازك العصبي مبقاش حاسس بالامان. بمعنى تاني، جسمك عايش في خطر حتى لو مفيش خطر حواليك. جسم الانسان متعود يعيش في بيئة فيها تهديدات من حواليه، هي مش تهديدات مستمرة، تهديدات مؤقتة. يعني زمان كان في خطر فبتحس وقتها بالتوتر، وبعدها الخطر يختفي فبتحس بالهدوء. لكن دلوقتي الخطر عمره ما بيختفي. أمثلة كتير على ده، زي نوتيفيكيشن وصلت لك، أخبار سلبية، ضغط مادي، مقارنات، خوف من المستقبل. كل ده بيخلي مخك يفرز الكورتيزول بشكل مستمر. لما الكورتيزول يفضل لفترات طويلة على جهازك العصبي، الجهاز العصبي ما بيقدرش يرجع لحالة الهدوء الطبيعية. يعني ببساطة، انت ما بقتش تعرف تهدى بسهولة زي الأول. في جزء في مخك اسمه الأميجدالا، وده مسؤول عن اكتشاف الخطر من حواليك. المشكلة، الجزء ده من المخ مش بيفرق بين خطر حقيقي وخطر مؤقت أو خطر نفسي. يعني رسالة متأخرة ممكن يفسرها على إنها رفض من اللي حواليك، حد ما ردش ممكن يفسرها على إنه تهديد، وده بيخلي جسمك يدخل في وضع الدفاع اللي هو fight or flight. وده اللي أكدته منظمة الصحة العالمية، إن التعرض المستمر للتوتر بيخلي الإنسان في حالة استنفار عصبي دائم. يعني أنت مش بتبالغ، أنت فعليا مخك في وضع دفاعي طول الوقت. مخك متصمم على الهدوء، مش على 500 فكرة في الدقيقة. كل سكرول، كل فيديو قصير، كل جرعة دوبامين سريعة تخلي مخك يفقد قدرته على الصبر. المشكلة إن دلوقتي مخك بدأ يربط الهدوء بالملل، ويربط التحفيز بالحياة. فبقى الهدوء بيحسسك بحالة قلق، والسكوت يحسسك بحالة عدم أمان. عشان كده بتلاقي نفسك بتفتح موبايلك حتى وانت مش عايز، أو مفيش حاجة انت عامل حسابك هتعملها أصلا. حتى وانت نايم مخك لسه بيفكر، وانت ساكت جسمك بيبقى لسه في حالة دفاع. وده مع الوقت بيخليك سريع الاستفزاز، صبرك قليل ومتوتر من غير سبب واضح. ده مش لأنك ضعيف، بس لأنك استنزفت. أخطر حاجة حصلت إنك افتكرت إن ده طبيعي، وإن العصبية جزء منك، مع إنها في الحقيقة نتيجة كسر سلامك النفسي. الحقيقة إن أنت مش محتاج تتحكم في أعصابك، أنت محتاج ترجع تحس بالأمان. لأن الإنسان الهادي مش شخص حياته سهلة، الإنسان الهادي شخص جهازه العصبي أخيرا بقى حاسس إنه في أمان، وإن مفيش خطر حواليه.